ازيكم يا اللي ما فيش زيكم، يا رب تكونوا بخير. يلا زي ما احنا متعودين نبدأ الفيديو بتاعنا بالصلاة على الحبيب. يلا نصلي على الحبيب وندعي لأمواتنا بالرحمة، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا 2 كيلو بطاطا، هنعمل صينية رهيبة. لزوم الدفا في الشتاء حالة مش قادرة أقول لكم. أجمل حاجة، قشرنا البطاطا غسلناها غسلة حلوة، ونخرطها بقى أي تخريط عشوائي، يعني بالتخريط اللي انت نفسك تعمليه. كوباية مية، كوباية سكر، وكوباية لبن، ونحطها على النار زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تحسي كده انها خلاص استوت. بالهراسة وانزلي بقى فيها اهرسي تبقى بيوريه. نجيب الصينية بتاعتنا دهناها سمنة او زبدة، وننزل بيها ونسويها. نص لتر حليب، حط فيه معلقتين نشا ونقطة فانيليا صغيرة. عندك بقى قشطة حطي، عندك سمنة بلدي حطي، والتحلية دي حسب الرغبة. انا جبت بقى حتتين سمنة بلدي حلوين كده، بحب احط السمنة البلدي في الفريزر، اقطع منها عند اللزوم. قطعت حتتين سمنة بلدي حلوين كده بتخلي طعمها رهيب. وقلبت البشاميل بتاعتنا، وننزل بقى بيها على الوش. الله على الجمال وعلى ريحتها وتحفة. نغطيها كده ومولعين الفرن مسبقا. ما بتاخدش الا وش بس، طبعا البشاميل مستوي والبطاطا مستوية. ارش بقى رشة سكر على الوش كده، وسبتها اتشمعت، حطيت لها معلقتين سمنة، دخلتها الفرن ما كملتش 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. طلعناها، بصوا بالجمال ده. الله، نعمل تيست بقى وندوق. ندوق وناخد رأي الأستاذ أحمد. الله، كانت تحفة تحفة تحفة. الله على الجمال. ما بتاخدش 10 دقايق وتاكلي وتتدفي في الشتاء. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تصلي على الحبيب، وتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. وما تنسيش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.